بيبدأ أحداث الفيلم في مدينة في إيطاليا، وهنا بنلاقي أب اسمه جابرييل أمورس، ودوت بيتم استدعاء علشان يخرج الروح الشريرة من على الشاب الغلبان ده. وزي ما بيحصل كده أمورس بيفضل يستفز الشيطان. لا ده هنري ملناش دعوة بيه. وهنا أمورس بيتعرف مع الشيطان وبياخد ويدي معاه في الكلام كده، وفي نص الكلام بيستفزه: أتحداك تقدر تلبس الخنزير ده، هتقدر؟ انت شيطان مالكش عازة. فبيتم استفزاز الشيطان فعلا، وبيقوم الشيطان لبس الخنزير، واول ما بيلبس الخنزير يضربوا عليه نار. وهنا بيدي الساج لايف التمام. بنيجي لأسرة مكونة من أم وبنت وابن. هنا لما جوليا بتقرر ان هم يروحوا يعيشوا في البيت القديم او البيت اللي هي ورثته من جوزها الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت دماغه، بتتعرف على كارلوس المقاول وبيعرفها على الكاهن المحلي. نلاقي من ناحيه تانية ان جابرييل امورس تم استدعائه لجلسه اسمها جلسه استماع، وهي جلسه من الرؤساء بتوعه في منظمه الكاردينال، وهم المسؤولين عنه او عن الفاتيكان عموما. وبيقولوا له ان انت كل اللي بتعمله دوت دي ناس مش ملبوسه ومفيش حاجه اسمها ارواح اساسا. بيقوموا وبيسيبهم يسيحوا مع نفسهم وبيمشي. وهنا بتحصل حاجه غريبه جدا، ان هنري بيتم التباسه او بيتلبس، واول ما هنري بيفتح عينه اللي هي علامه حضر الاسد اللي هم لا حسد، البدروم بيولع وبيقوم انفجار. فجوليا بتقلق على هنري طبعا، فبتروح تشوفه ماله، فبتلاقيه عمال بيكحت في وشه والواد مش كويس، فودته المستشفى. ولكن الدكتور قال لها ان التحاليل والاشعاعات وكل حاجه زي الفل، فبيرجعوه تاني على البيت وبيخلي اخته تعمل له كمادات ميه. واثناء ما بتعمل له كمادات هنري بيتحول، فامه بتقلق وبتستعين بالكاهن المحلي اللي هو سكوبالو. وهنا سكوبال قرر ان هو يخش عشان يشوف الشيطان ده بيقول ايه. السلام عليكم. السلام. والشيطان هنا بيغضب وبيقول له انا مش عايزك انت، انا عايز جابرييل امورس. الفاتيكان بيعرف او الرئيس بتاع جابرييل امورس بيعرف بالموضوع، فبيكلف جابرييل امورس ان هو يتولى او يمسك القصه ديت. فبيروح امورس على طول، بيروح على القصر او المكان دوت، واول ما بيدخل بيقابل الكاهن اسكوبال في وشه. واسكوبال بيساله باستغراب كده: هو انت بتعمل كده ازاي؟ قال له بعمل ايه؟ قال له بتزرر القميص من غير ما تبص عليه. قال له لا ما تقلقش، دي لسه بعيد عليك، بس شيل الشنطه دي عني. بيتعرف طبعا على البيت وبيتعرف على جوليا وبيتعرف على الاسره الكريمه. هو فين الواد هنري؟ ماله اللي عامل قلق؟ اول ما دخل عليه طبعا هنري راح مفتح عينه كده، وعرف ان هو اهو جابرييل امورس اللي انا عايزه جه. وهنا بيحاول جابرييل امورس ان هو يخليه تحت سيطرته عشان ياخد ويدي معاه في الكلام، ويستخدم الطريقه المفضله بتاعته ان هو يستفز الشيطان لحد ما الشيطان يخرج بطريقه ما. ولكن الشيطان دوت اسم على مسمى، وعارف الالعاب بتاعت امورس ومذاكره كويس، فبيبدا يقلب عليه الترابيزه وبيفكر امورس بالبنت اللي انتحرت بسببه. فبينسحب امورس على طول وبيقعد مع جوليا وبيحكي معاها وبيقول لها هل هنري مر باي صدمات في حياته؟ قالت له مر بصدمه لما والده مات، بسبب ان الصدمه اللي حصلت ديت افقدته ايمانه بربنا، فخلت الشيطان يستحوذ على حياته. بنرجع تاني بنلاقي ايمي بتتمشى في الطرقه كده وبتروح على اوضه هنري، ولكن بيخضها كالعاده يعني، فبيجروا على الصراخ بتاع امها. بتقول لها ما تخافيش، يلا بينا نخرج من هنا ونسيبه نايم دلوقتي عشان ما نزعجوش. وهنا جابرييل امورس بيخلي سكوبال يعترف له او بيصلي له بمعنى اصح، عشان بيقول له ان احنا داخلين نحرر الطفل دوت وننقذ الولد المسكين ده. ولكن اهم حاجه لازم تسمعها ان انت مهما شفت او مهما سمعت حاجه ما تركزش الا في الصلاه بتاعتك بس. وهنا هنري بيحاول يشتتهم ويلهيهم وعمال يسحب ويرغي معاهم، وامورس طبعا مش مديله وش ولا مركز معاه. راح هنري اخر ما زهق قال له تبا لك يالا عشان زهقت منك. ودول زي ما هما مكملين وبيصلوا، وهنري بيصرخ من شدة الألم. سكوبال كده صعب عليه وكان رايح يقرب منه، راح سأل له انت رايح فين؟ باظ اللي احنا بنعمله ولا ايه؟ ارجع صلي. ورجع بالفعل وكمل الصلاة. ولكن فجأة النور بيقطع وبيبص قدامه بيلاقي روزاريا او البنت اللي انتحرت بسببه، او الذنب بمعنى اصح اللي لسه بيطارد جابرييل امورس لحد. ودي رؤية او خدعة من الشيطان عشان يخدعه وعشان يخليه يبطل صلاة. واخر ما بيزهق سكوبال بيقوم ماسك الواد هنري بيخنقه، ولكن هنري بيقول لهم عز اوفر في المرة القادمة، يلا مع السلامة. وهنا بيطلع امورس بيبص على هنري بيلاقيه قاعد عمال يعيط ويولول، ويقول له مالك يا ابن الناس في ايه؟ بيقول له اصل انا ضعيف، مش هعرف اعمل حاجه زي كده لان انا جبان وضعيف، والشيطان دايما بيستخدم الذنوب ديت ضدي. امورس طبعا بيقول له انت كلامك غلط، لان انت طالما اعترفت بالذنوب ديت فربنا غفرها، فبالتالي ملهاش اي لازمه، فما تخليش كلام الشيطان ياثر عليك. وبينزل امورس الحديقه بتاعت القصر ديت، بيلاقي ان في سرداب كده عليه باب، الباب دوت عليه رمز الفاتيكان، فبيقرر ان هو يشد الباب كده ويسحبه ويفتح المكان ده. واول ما الباب بيتسحب بنلاقي ان الصليب ابتدى يتقلب، ومعنى
ان الصليب يتقلب معناه ان الشيطان حاضر في المكان او موجود. وهنا بنلاقي ان الشيطان هيصيب كل اللي موجودين في البيت. وطبعا هنري في قيلوله دلوقتي. بيخش سكوبال بيشوف هنري ماله نايم ليه، بقاله كتير نايم والواد مكلش ومهفت. راح هنري بيقرمه من ودانه فجأة وبيقول له الشيطان يا زميلي لوحدي حملة، ابعد عني عشان غشيم. امين. اللهم بلغت، يلا اتكل على الله. وهنا ايمي بتترزع في الحيطه فجاه وهي ما تعرفش ان في شياطين بيلعبوها، وبرضه بتحبس نفسها. وجوليا بتتحبس في السرير وبتتسحب وهنا امورس بيلاقي ان المكان دوت مليان جماجم، فبيولع ورقه وبيقرر يرميها تحت. فالورقه بتنزل بتعمل زي انفجار كبير، فبيعرف ان المكان ده فيه حاجه غريبه او مسكونه. فبيرجع القصر تاني على صوت صراخ جوليا وبينقذها بالفعل. وبيجي يدي للباب حته رجل كده، بيطلع ايمي من جوه طبعا عشان ينقذها هي كمان بعد ما الدنيا هدي. عشان بعد كده بيقعد مع سكوبال وبيقول له حاجه غريبه جدا تحت، لقيت جماجم كتير، واحده منهم وجبتها لك عشان تبقى ذكر. فبينزلوا بيدوروا في السرداب تحت، ابتدوا يدوروا ويقروا ويشوفوا الموضوع دوت بيرجع في ايه. وبيلاقوا ان في جثه متحنطه كده، والجثه ديت هي الحامي الرئيسي للكاردينال ساعتها. فالجثه متحنطه وللاسف مستخبي جواها مفتاح. فبيمد ايده جابريال امورس عشان يطلع المفتاح من معده الجثه ويفتحوا الباب ويدخلوا جوه. واول ما الباب بيتفتح بنلاقي بابا الفاتيكان دوت اتضرب، ما نعرفش ايه اللي حصل له، ولكن الشيطان طبعا بينخرم وراهم زي ما هما بينكشوا وراه، وبيتنقل على المستشفى وبيطمنوه الدنيا مش احسن حاجه. وهنا امورس وسكوبال بيدوروا فبيلاقوا كتاب، فبيقرروا ان هم يطلعوا الكتاب ده ويقروا فيه شويه، جايز يعرفوا عنه اي حاجه. وعلى الناحيه التانيه بنلاقي ان جوليا في البيت عندها داخله ومعاها زي حقنه مهدئه عشان ترزعها في دماغ هنري فيتبط شويه وينام. ولكن بتلاقي ان هنري كمان لبس ايمي، او ايمي قاعده جنبه هي كمان، وبيقول له يا ماما ابعدي عننا ابوس ايدي. راحت هي بتسحب ايمي، فهنري بيغضب فبيقوم شاخط في ايمي كده ناطرها على الحيطه، بيقول لهم بصوا عليا انا هعمل ايه. في الوقت اللي الشيطان بيهاجم فيه جوليا وبيهاجم فيه ايمي، بيكون امورس كشف اسم الشيطان. هو ان الشيطان لما اسمه بيتكشف قوته بتقل طبعا، وبنلاقي ان الشيطان اسمه وهنري ذات نفسه بيضعف، فبتقوم امه رازعاه الحقنه الجميله في دماغه. فبيقوم امورس بيقول، وهنا بيتكلم امورس مع سكوبال وبيقول له روزاريا ما كانتش هي الذنب الوحيد اللي بيطاردني لحد دلوقتي. وبيقول له ان انا زمان كنت في الجيش، كان معايا زمايلي وكنا في حرب، وللاسف زمايلي ماتوا وانا اضطريت امثل ان انا كمان مت عشان يسيبوني اعيش. وبالنسبه لروزاريا فانا اول ما ادركت وعرفت ان هي فعلا في خطر، رحت عشان انقذها لقيتها واقفه فوق حته عاليه وبتديها حته جيف هاردي كده، نزلت على الارض اتفشفشت 100 حته. خلاص فات الاوان. بيجوا مره اخيره قبل ما يدخلوا لهنري وبيقول لهم مهما يحصل جوه استمروا بالصلاه وما تشغلوش بالكم باي حاجه. وهنا امورس بيدخل للشيطان فبيلاقي ان الشيطان قاعد له ومستنيه وبيقول له على فكره روزاريا كانت الذنب الكبير في حياتك وهتفضل تطاردك مدى الحياة عشان انت ضعيف. وهنا بيدرك امورس ان هو فعلا ضعيف ومش قادر يصلي. بيجي الكاهن التاني سكوبال وبيقول له اسند ظهرك انت بس وسيبني انا معاك. يبص سكوبال وراه بيلاقي ان الشيطان برضه جاب له الذنب بتاعه هو كمان، البت اللي كان بيهاها معاه زمان. اللحظة دي بيتدخل امورس بالصليب وبيصلي على هنري، وبالفعل الشيطان بيسيب هنري، ولكن بيرفعوا الهدوم بتاعته بيلاقوا مكتوب فيها هنري نوت هير او هنري مش موجود. علشان يبصوا وراهم كده يلاقوا حاجة غريبة بتحصل، وهم بيلاقوا ان ايمي كمان اتلبست. حتى ايمي بتقول لهم بصوا الحركة دي، بتطلع على الحيطة وبتقعد تعمل زنبليطة عشان تخوفهم، وجو الخزعبلات دوت بتصرخ في وشهم. وجوليا على طول بتعيط كعادتها طول الفيلم. ويجي عم جابريال امورس ما بيعرفش يعمل ايه، ولكن في اللحظة ديت ايمي بتهاجم امها اللي هي جوليا، وهنري بيتم التباسه تاني او بيتلبس تاني وبيهاجم جابريال امورس. وبيجي سكوبال عشان يتدخل وينقذ امورس او ينقذ اي حد فيهم، بيلاقي ان في مشنقة اتلفت حوالين رقبته. دي الشيطان بيخير جابريال امورس وبيقول له يا اما هيموتوا بسببك وهيبقوا ذنب من ذنوبك برضه، يا اما تخلينا البسك انت مكانه. في اللحظه دي امورس بياخد قرار وبيقول له خلاص سيبهم وانا ملكك. اللحظه اللي امورس قرر فيها كده بابا الفاتيكان ده حس وكان عايز يسحبها اسكندراني زي ما احنا عارفين، ولكن مش موضوعنا. وهنا بنلاقي ان جابريال امورس بيلف حوالين نفسه، او بمعنى اصح هو مش مدرك هو عمل ايه او مش واعي اللي حصل، وبيطلب من سكوبال بسرعه ان هو يهربهم وياخدهم يمشيهم بعيد عنه بسرعه. بتبدا عين امورس تتحول وعلامات التلبس بتظهر عليه. الشيطان بيدشمل فيه شويه طبعا عشان العقاب اللي عمال بيعمله. وهنا بيقرر امورس ان هو يشنق نفسه او يخلص نفسه عشان الشيطان ما يستحوذش عليه.
ولكن الشيطان مش بيسيبه، الشيطان عمال يدرمغ فيه. في اللحظه دي امورس بينزل للسرداب اللي تحت اللي فيه منه كل المشاكل ديت وعايز يكتشف الموضوع، وبرده الشيطان بيعمل معاه تريبل وبيديله رؤى زياده تاني عشان يشتته وما يخلوش يصلي. برده الشيطان بيستمر في ان هو بيتدخل وبيلاقي جابرييل امورس استسلم، ان خلاص الشيطان هو اللي بيتكلم على لسانه وبيقول له بقول لك يا امورس ما تجيلي هنا نتكلم راجل لراجل. امورس بيقول له طب انا رجلي وجعاني، انا هجيلك طيران احسن. واول ما بيوصل له بيقعد يكح كده وينهج من المشوار، فبيقوم اسكوبال مطلع صليب وبيقعد يصلي على جابرييل امورس، وبنلاقي ان امورس بيعاني مع الشيطان او بيحارب معاه عشان الشيطان يطلع ويسيبه، ولكن بنلاقي ان الشيطان طلع مره تانية، والمره دي طلع لهم هما الاثنين وهي روزاريا والبنت التانية اللي كان بيهاها معاها قبل كده، عشان اسكوبال يطلع الصليب ويحطه على دماغها فالروح تنفجر. فبيقوم بيحدف الصليب كده لامورس وبيقول له اخينا، وبياخد منه الصليب. يتم القضاء على الشيطان ونفيه بعيد عنهم او بعيد عن المكان دوت. بيطلع امورس ازازه خمره بيقول له تشرب، قال له لا شكرا لسه فاطر، ولا اقول لك وريني بتقول ايه. بيرجع امورس مره تانية لحياته الطبيعيه كان، وبيقول له انا فخور بيكوا باللي عملته وانا هطلب من مجلس الكاردينال ان هم يرقوك، ولكن امورس بيرفض وبيقول له انا مش عايز ترقيه من اي نوع، لو هترقوا حد يبقى ترقوا اسكوبال لان هو اب شجاع ومخلص ويستاهل المكانه ديت. وبيطلب من اسكوبال ان هو يرافقه على طول في باقي رحلاته او باقي المغامرات بتاعته. بيخلص فيلمنا مع رساله بتقول لنا ان الشخصيه ديت فعلا شخصيه حقيقيه وتوفت في 2016، وان الشخص اللي اسمه جابرييل امورس دوت ما يقارب 6 أو 7 كتب عن التجارب بتاعته، وهو اكتر شخص يعتبر واجه الشيطان 60,000 مرة في حياته. وهنا بيخلص فيلمنا، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا سلام.